يا حبايبي، صباح العسل، صباح الورد، صباح الياسمين، صباح كل حاجه حلوه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل سنه وانتم طيبين، دايما زايدين مش خاسين. كل عام وانتم بخير. النهارده بقى سفرة رمضان، هوريكم عاملين ايه النهارده. عاملين ممبار، عاملين الاول فلفل وكوسه وبدنجان. بسم الله ما شاء الله. في الفرن، احنا عاملين كل اكلنا في الفرن. عاملين ممبار جميل مسويينه في الصينيه في الفرن جميل. عاملين البتنجان والكوسه والفلفل بطريقه جديده في الصينيه، مسوينها زي الفل. بصي اكنها مشويه، شو اكن متحمره. بصوا متحمر والله ما كان محتاج تحمير الممبار. والبومبار عملته برده بطريقه، سويته في الفرن كان تحفه، ما كانش محتاج تحمير، بس احنا طبعا حمرناه علشان ايه، بنحبه متحمر جامد. عملنا سلقت البط، قطعت بطايه وخليت واحده سليمه. دول ايه مصري. وده ورق العنب بقى على ريحه ورق عنب طاجن، ريحته تحفه. طبعا بصوا اصلا اكنه متحمر. برده هنقول لكم برده الطريقه عملناها ازاي. عملنا الفراخ المشويه في الفرن تحفه والله اكنها مشويه. ظلماء عشان بس النهار والشباك مفتوح وكده، بس الاضاءه ظلماء. الاضاءه ظلمه التصوير. بسم الله ما شاء الله، الالوان جميله في السلطه عادي. وعملنا لسان عصفور. لسان عصفور اهو جميل. بصوا فلفل ازاي. طيب هنعمل النهارده محشي مشكل، وهنعمل ممبار، وهنعمل ورق عنب، وان شاء الله باذن الله هنعمل كل حاجه حلوه. الكيلو ممبار ليه؟ لو هو ممبار رفيع هياخد نص كيلو رز، لو هو ممبار تخين شويه هياخد كيلو الا ربع رز. وطبعا كيلو ربع رز، كيلو طماطم، بصلتين كبار، فصين توم، ربطين خضره مشكلين، ده للكيلو. يلا بقى نحط البصل على البتاع. ورق العنب، نحط عصرة ليمونه سليمه كده وشويه ملح، وهنحط ايه، بصوا لما تحطوا له عصره الليمونه ما بيغيرش لونه كده، ويبقى لونه اخضر وجميل لما تسلقيه. خليه شكله حلو ازاي. هطلعه بقى واغسله. بسم الله. حط البصل. الممبار بيتحط، انا ما بعملوش الا بزيت بس. انا المره دي هعمله معاكم ايه، انا كل مره بعمله عن ني، لا المره دي هاخد بين الني وبين المسبك. بصوا يا حبايبي، انا مش هحمرها قوي يعني لون مستكاوي كده. هحط لها بقى ايه، حبه توم، وهنسيب الباقي نخليها على الني. بصوا يا حبايبي، هي لونها كده حلو. بسم الله. نحط الطماطم ما شاء الله حمرا الايام دي. ما تنساش بقى معلقه السكر. كيلو طماطم يعني معلقه سكر، كل كيلو طماطم ليه معلقه سكر. حط حبه سكر. بصوا يا بنات، التسبيكه السبيكه اهي. هنسمي الله ونحط الرز. بشرنا البصل، ضربناه في الكبه، وتوم مع فلفل اخضر. سمي الله، قلب كله عليه. البهارات بقى، بابريكا، كمون، كزبره، فلفل اسمر، مرق الدجاج، معالق كبيره عشان انا عامله كميه كبيره. نسمي الله، نمسك بقى ده كله بايدينا، ندعكه بايدينا. لا نحط فيه ورق العنب، ده بصل وفلفل وطماطم، حتى ايه تاني، وبطاطس، شويه ملح بقى مبهرين. هنحط بقى ايه، معلقه دبس الرمان كده على بتاع بس ورق العنب عشان يديله مزازه حلوه. خدت الرز لوحده، وهحط ده عليه معلقه دبس الرمان. بس يا حبايبي هنحشي الممبار. قربي لي يا بنتي، ايدي جايه. بسم الله. ما نملاش الصابع جامد عشان خاطر ايه، ما نملاش الصابع جامد عشان ما يفرقعش. بس يا بنات، خليكي سريعه كده وانت تعملي، تملهوش قوي. صوتي عالي اهو، صوتي عالي قوي قوي. علي صوتك، علي صوتك. شايفين كده. هنعمله كله بقى ونجرب. بنحشي ورق، انا بحشي الممبار اهو، ومكين ده بتحشي ورق العنب في الطاجن. بصي يا حبيبي، رصينا الرصه الاولانيه بتاعت الورق العنب اهو في الطاجن. هنعمل بقى، هنكمل لحد الاخر كده ونوريها لكم. بصوا يا جماعه، نحط معلقه دبس الرمان وليمونه. ده ايه،
دي الشوربه بتاعت الورق عنب احنا الورق رصيناه يا عنب. جماعه، حطيناه في الطاجن وحطيناه خدت تحت بقى من على حاجات. وش الشوربه كده الدسامه. انا سلقه بطه اصلا في الحله. شوف الشوربه بتاعته بسم الله ما شاء الله، مولعه الفرن. هسيب وعامله بقى الصينيه عشان ارص فيها الممبار دلوقتي. تعالوا نرص الممبار. بسم الله هنرصه كده. حاطه هنا بطاطس وجزر وبصل وطماطم، كل حاجه حطها تحت عشان ايه؟ تحمي الصينيه ما تلزقش. هرصه كده وارجع لكم. حطيت اهو الكوسه والباذنجان والفلفل، وده الممبار، وده ورق العنب. طبعا ده الوحيد اللي انا هحطه ياخد ايه تركه فوق النار كده من على البوتاجاز من فوق، انما الباقي كله هسقيه واحطه في هسقي ورق العنب يا جماعه. الصابع اللي فوق مش باين، هحط عليه الورق الحراري وورق الزبده واغطيه. بصوا يا حبايبي، دي مقادير الفراخ المشويه: طماطم، فلفل حامي، توم، بصل، صويا صوص، دبس الرمان، البهارات بس اللي اقول لكم نضرب دول في الخلاط ونرجع لكم تاني عشان ما تنسوا. في الصينيه اهي اغلفهم الورق الحراري واحطهم في الفرن. بعد ما حطيته على البوتاجاز من فوق عشان يعمل كده يمسك نفسه، اروح بقى حاطه له، عامله هنا في الكبه طماطم مع بصل مع قرن فلفل اخضر، اروح بقى حاطاه على وشه كده وحاطه له برده مغطياه وحاطاه في الفرن تاني. طيب بسم الله ما شاء الله. بصوا بقى زبده. خلي بالك بس الرصه ماشي اهو الرصه اهو. حتى هي ما شاء الله تحس ان هو مدي وش من فوق. انا خلاص هطلعه واحطه بره يا بنات. الممبار اخر هطلعه اهو. بصوا شكله عامل ازاي. شوفوا الفراخ بسم الله ما شاء الله برضه. بصي ما شاء الله. يبقى الكاميرا الممبار انا هطلعه. الممبار هنطلعه بقى ونوريه لكم فوق. بنات بصوا ما شاء الله، على راي ام ملك بتقول لي مش محتاج تحمير يا ماما. بصوا يعني عايزه اقول لكم بقى ايه، بصوا عامل ازاي. انا هحمره دلوقتي، حاطه الزيت على البوتاجاز. انا مستخسره اكسر واحده واوريها لكم قلبها مش هينفع والله، احنا نكسر واحنا بناكل عشان احنا كده مش هنعرف ناكلها. بصوا بتحمر ازاي في الصينيه. بصوا هو طبعا عامل زي المشوي والله، ما محتاج تحمير بس لازم يتحمر يعني. بصوا عامل ازاي، صابع بصبعه. يلا بصوا يا بنات، ده الشكل النهائي بتاع ايه سفرتنا الجميله. بسم الله ما شاء الله. الاكل كان قرفته جميله. مش قادره اقول لكم. عملنا طبعا الفراخ مع بعض، عملنا لسان العصفور مش مع بعض بس جميل. بس دي الشوربه الاساسيه بتاعت كل الاكل يعني. بصوا عملنا سلطه. بصوا المخلل الزيتوني الجميل ده. الورق العنب ده يا جماعه عامل زي المتحمر. بصوا اكنه مشوي، اكنه متحمر. الفراخ عملنا لا دي بطه. احنا عندنا بيحب اللي ياكل مشوي ويحب اللي ياكل مسلوق. ده انا سلقت البط، وده طبعا الممبار. بصوا يا بنات شكله عامل ازاي، مسويه في الصينيه طلع زي الفل ما شاء الله. والكوسه والباذنجان والفلفل زي المشويين عليه. والله الاكل عايزه اقول لكم كانت قرفته جميله، وكان يعني عايزه اقول لكم ما شاء الله عليه، كان خفيف، اكل خفيف كده وزي الفل. ما تنسوناش بقى في لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل الجرس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.